لو انت مخنوقة وزهقانة وعندك كرب وعندك خنقة كبيرة جدا وعندك مشاكل كتير قوي مع جوزك، عندك مشاكل مع اهلك، عندك مشاكل مع اهل زوجك، اولادك مش مريحينك، عندك مشاكل مع اي حد في الدنيا بحالها، عليكي ديون في الحياة مش عارفة ان انت تسديها، عندك خنقة كده جواكي وحاسة كده بخنقة جامدة قوي وبكرب شديد جدا ومش قادرة تتكلمي عن كل اللي جواكي، اسمعي اللي انا هقولك عليه ده، وان شاء الله باذن الله ربنا هيكبر بخاطرك وهيرضيكي بما تتمني باذن الله. بس الله يبارك لك وحط لايك للفيديو عشان غيرك يستفيد. عليكي وعلى الاستغفار، طول ما انت قاعده استغفري ربنا بالنيه اللي جواكي، استغفري ربنا بنيه صلاح حال جوزك، بصلاح حال عيالك، بصلاح حالك مع اهلك، بصلاح حالك مع اهل زوجك، بصلاح حال ربنا يسد الدين اللي عليكي، بصلاح حال القرب اللي جواكي، ايا كان الحاجه اللي جواكي ايه واللي انت بتمر بيها في حياتك هي ايه، استغفري ربنا كتير جدا. مش لازم تمسكي سبحه ومش لازم تحسسي اللي حواليكي ان انت بتسبحي او ان انت بتستغفري ربنا في سرك، في سرك بينك وبين نفسك كده، بس شفايفك تتحرك بس تهمس كده، استغفري طول ما انت قاعده استغفري. الاستغفار ما يتوهش من على لسانك نهائي. وانت نايمه استغفري، اتوضي نامي على وضوء، اتوضي ونامي وخلي الاستغفار على لسانك لغايه عينك ما تغفل. انت مجرد ما عينك غفلت خلاص الاستغفار من على لسانك هيقف، وتلقائي الملائكه هتستغفر وراكي، هتمسك وراكي. تخيلي بقى هيفضلوا يستغفروا الملائكه، الملائكه انت شايفه الجمال والعظمه، هيفضلوا يستغفروا مكانك لغايه ما تصحي تاني يوم. عودي نفسك كل يوم تنامي على وضوء، وعودي نفسك اللي انت تنامي على استغفار، وطول ما انت واقفه في المطبخ بتعملي اي حاجه في البيت خلي الاستغفار على طول على لسانك، وربنا هيريحك وهيكبر بخاطرك بما تتمني، وربنا يفك كربك وكرب كل من سمع الفيديو وحط لايك. اللهم امين يا رب.